أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى أمرين، أحدهما يتعلق بالكلام والثاني يتعلق بالأفعال. أما ما يتعلق بالكلام فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. ليسكت أي ليمتنع عن الكلام كله، لأن الكلام في وقت الغضب غير منضبط غير متزن. إذا غضب أحدكم فليسكت يعني ليمنع نفسه من الكلام تماما. هذا ما يتعلق بالكلام. وما يتعلق بالفعال قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صح عنه: إذا غضب أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. هذا الجلوس ثم الاضطجاع إن لم يسكن الغضب، حتى لا يتعاطى الإنسان مع هذه الرعونة التي أصبحت قد اكتسبتها النفس بسبب الغضب الذي تولد فيها. فالتعامل لن يكون مستقيما، لن يكون منضبطا. واقرأ في حياة الناس، اقرأ في كثير من الحوادث، اقرأ في كثير من الأمور التي في السجون، اقرأ في كثير من حوادث القتل، العدوان، اقرأ في كثير من الأمور كلها في هذه اللحظة يتعاطى تعاملا في فورة غضبه. أذكر قديما رأيت شخصا في المستشفى مع ابنه 4 سنوات، ويد الصغير هذا مملوعة، يده مملوعة ما يستطيع. فقلت لوالده سلمات، قال: والله الغضب ما في خير. قلت: خير إن شاء الله. قال: نايم 4 سنوات، قال: نايم وأقول له قم أنبهه ما يقوم، وشديته مع يده وملعت. هذا مثله كثير جدا، مثله كثير يعني في وقائع الناس وتعاملاتهم في البيوت وخارج البيوت وفي المدارس، وتعاملات مثلا الأساتذة أو غيرهم، كلها تأتي كثير منها في هذه الرعونة، رعونة النفس والتعاطي في التعاملات القولية أو الفعلية مع هذه الرعونة التي في النفس. ولهذا من أعظم الركائز المهمة في باب الأدب والخلق ألا يتعاطى الإنسان مع رعونة نفسه. إذا أصيبت بشيء من الرعونة ولا سيما بسبب الغضب، يهدأ يرتاح، لا يتكلم ولا يباشر أي شيء من الأعمال، يهدأ. بعد الهدوء سيجد أنه إن تكلم فكلامه منضبط، وإن فعل أيضا فعله منضبط.